بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا خواتي، شحالكم، شخباركم، عساكم طيبين. حياكم الله في درس جديد ان شاء الله مفيد من دروس اندلسيه التي تدرب تعليم اسماء من الازياء. حيا للاخوات اللي انضموا مؤخرا للقناه، المشاهدين المتابعين. شو اسمه من امبارح افتتحت قناتي الجديده. اوكي، قناه اندلسيه ستار. هي خاصة بس بالديزاينات، الموديلات راح تكون موديلات مع يعني من تصميمي، وفي راح اسوي بعد موديلات من ماركات عالمية وبيوت ازياء ان شاء الله. ان شاء الله بيكون فيها بس كل شيء جديد. اوكي خواتي، بيكون فيها ديزاينات من الرسم طريقة استخراج الباترون للخياطة والفينيشينج. فأتمنى إن شاء الله تتابعوها وتستفيدوا منها. إن شاء الله بيكون فيها كل شهر درس، أو كل درسين، درس كل شهر، أو درسين كل شهر، يعني على حسب شو اسمه، على حسب الديزاينات، على حسب شو اسمه ايش هذا. فان شاء الله اليوم راح نكمل درس الفساتين المعقوده. احنا سوينا المره اللي طافت الشكل، اوكي، طريقه باترون، والمره هاي بعد بنسويها طريقه باترون. بتعطيكم تقريبا، مش راح اقول نفس النتيجه، بتعطيكم نتيجه مقاربه، بس مثل ما بقول دائما، في ناس راح تحس بالاختلاف، في ناس لا. الديزاين هذا راح ينزل عندي في القناه، اوكي. فالدرس هذا بعد بيكون في القناة الثانية مرة واحدة مع الفيديو تبع الموديل. في الديزاين هذا أنا اخترت هاللونين هذولا، أوكي. اللون هذا النيلي، احنا بنقوله النيلي أو الأزرق، أوكي. واللون الثاني أنا عجبني الأورانج، أوكي خواتي. فإن شاء الله تابعوا اللي حابب يتابع في القناة. خواتي، الحين انا راح اراويكم كيف انا قصيت القماش هذا، الديزاين هذا، اوكي. الطريقه اللي سويناها المره اللي طافت كانت هي هذه، اوكي. راح نسوي هالمره هذه، ففي اختلاف ما بين الشكلين، اوكي. الاختلاف اللي هو هني بيكون جنب مع الجنب، اوكي، وهني الخصر، بس هني لا، هنا بيكون الصدر مع الجنب الجهة الثانية، وخط الجنب مع الامام، اوكي. فلازم الديزاين هذا يكون القماش وشه نفس ظهره، لانه اذا الظهر والوش مش نفس بعض فما تنفعكم هالقصة صراحة. هذا اللي مهم في القصة هذه، تمام خواتي. فالحين بنبتدي. اول شيء بنسويه، بتجيبوا كالعادة باترونكم. هني انا سويت باتروني، لازم يتسوى مرة واحدة، من الافضل انه يتسوى مرة واحدة، فوق وتحت. اول شيء بنسويه اللي هو تحديد نقطة الصدر، تمام. بنطلع برا، تقريبا برا، بنطلع في الباترون العادي لانه هذا عندي مصغر، نطلع برا 4 سنتي، اوكي. هنا بطلع على حسب باتروني لانه صغير، بس في العادة بنطلع 4 سنتي وبندهش 4 سنتي. بنقسم هالمسافة هذه على تقريبا، بقسمها انا على 4، اوكي. وهني بنحدد نقطة الرقبة. مثل ما قلت لكم، هالنوع من الفساتين او النوع من الديزاينات فيها وايد اشكال، بعده في طرق تانية غير هي، بس الطريقة التانية، لانه بعد في طرق غير بتعطيكم نتائج تانية ان شاء الله بنتطرق لها. انه ادري انه الفترة انا مقصرة شوي في الدروس، بس ان شاء الله بنرد نفس اول باذن الله، كل اسبوع درس باذن الله تعالى.
يعني بحاول اسوي كل خط بلون عشان يقابلوا الجهة الثانية اللون الثاني. هنا عندنا الرقبة. هاي بعد عفوا ما ذكرت، هاي بنقسم الكتف على نصين، وبنقسم الحردة نصين، وبنروح هنا للجنب بنقسم من اسفل الحردة، وبنقسم الجنب هذا على نصين. تقدروا تسووا نفس الطريقة اللي سويناها المرة اللي طافت في الباترون الأول، تقسموا المسافة على 4. هني أنا بعطي المسميات كالعادة. المركز سميها بسميها بنفس الطريقة. بقسم الباقي عندي اللي تحت بنفس الألوان. اوكي، هني الأخيرة. هني أنا براويكم شيء تاني غير الطريقة الثانية. بالنسبة لآخر خط اللي هو تقدروا تسووه دايركت، وتقدروا تسووه على آخر الخط، أو تسووه دايركت. في بس بعد نقطة تانية خواتي براويكم. في بعد طريقة تانية خواتي لرسم الخطوط، اللي هي نرسمهم بطريقة ملفوفة شوي. هني بخليهم بسيطة. هني خواتي بترسموهم شوي بطريقة ملفوفة، وهي اللي راح احاول اعتمد عليها. تيجي شوي ملفوفة. وهي اللي اعتمدتها في الديزاين هذا. اختلاف فيها بسيط، ما فيها اختلاف يعني وايد. بحاول اوضحها.
تلاحظوا انه هي مش مستقيمه، انه هي شوي ملفوفه، بتجي شوي دائريه. اوكي خواتي، الحين شو بسوي؟ الحين بقص باتروني. اوكي، وبرد لكم براويكم الطريقه، كيف طريقه التلزيق. هني خواتي لاحظوا، هني احنا مسويين امام الاعلى والاسفل. اوكي، المره اللي طافت سويناهم مقابل بعضهم. هالمره شو بنسوي؟ هالمره بنجيب الامام او واللي تحت، انا بشوف الامام احسن. اوكي، بتجيبوا جهه الجنب. اوكي، وبتحطوها بجهه الامام. اوكي، راح تكون كل واحدة مقابل الثانية، كل واحدة مقابل الثانية. برجع اكرر خواتي، هني هاي قطعتكم، بتجيبوا نقطة الجنب هذه راح تكون هنا. اوكي خواتي، ونقطة الخصر هذه راح تكون قدام. تمام خواتي. الحين شو بسوي؟ الحين بلزق الكسرات، ولازم يكونوا نفس المقاس عشان الزق الكسرات بسهولة. هني خواتي انا حبيت اراويكم هالمرحله هاي ضروري. هني خواتي هذا بالنسبه، هذا هي الحرده. اوكي، هاي الحرده، هذا الجنب، هذا الخصر. اوكي، لاحظوا هني بيكون عندكم شويه ارتفاع. هني وش بتسووا؟ هني بتعدلوا بشويه بهالطريقه. اوكي، وهذا خط الامام. اوكي، هذا بالنسبه لخط الرقبه، وهذا هو خط الخصر، يعني انقلب الباترون. بتطلع نتيجته وايد حلوه في اللبس. اوكي، القصه بتطلع وايد حلوه ومميزه. اوكي، هذه هي خاصيه الباترون. هني خواتي بقص الباقي، الزوايد هذول بشيلهم. اوكي، ونقطة تانية بعد عندكم هاي بتعدلوها. اوكي، وهاي بعد حق الرقبة بتعدلوها اخواتي.
وهذا كان درس خاص بقناتي الثانية، بس حبيت انزلكم اياه بعد القناة هذه وفي تستفيدوا منه ان شاء الله. الخياطة بتكون قريب، بس الخياطة بتكون في القناة الثانية، قناة أندلسية ستار، هي اللي بتكون فيها خياطة الديزاين. اوكي خواتي، هني بكون انا خلصت. اوكي هاي الاول، الكسرة الثانية. تقدروا توسعوا بالطريقة اللي انتم حابينها، بس مثل ما بقول لكم دائما من الاحسن ان الكسرات ما تكون وايد كبيرة، وخصوصا اذا كان القماش خواتي مش مطاط ما بيطلع حلو. فالكسرات من الافضل انها تكون مناسبة. اوكي خواتي، هذا هو باتروننا. اوكي هيك بكون انا خلصت. الحين انا خلصت خواتي الدرس، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. تابعوا مثل ما قلت، وبعيد خواتي عشان لا تنسوا الخياطة بتكون في القناة الثانية، واكيد بحط لكم الرابط تبع الخياطة القناة تبع درس الخياطة في القناة الجديدة. بالنسبة لقطعتي خواتي، هذه هي القطعة لما انا قصيتها. اوكي هذه هي القطعة، فلاحظوا هاي الحردة تبع لكم مع الجنب. اوكي هاي الخصر. اوكي خواتي، هني عندي الرقبة. اوكي وهذا هو الخصر الثاني. هني قطعتي بتكون في المكان هذا، هني بتكون الزم تبع شو اسمه، الزم تبع العقدة. بس العقدة هاي بتكون خياطتها بطريقة ثانية غير عن الخياطة تبع الأولى. تمام خواتي، شكرا لكم تواصلكم تعليقاتكم الطيبة. انتظر تعليقاتكم على هذا الدرس هذا، وإن شاء الله ترقبوا الدرس الجاي بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله. بعد بيكون بس بعد في نفس الديزاينات بس بشكل تاني. السلام عليكم.